اللهم إلهنا وخالقنا ورازقنا، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. اللهم إنا نسألك يا إله الأولين والآخرين، يا ناصر المظلومين، ويا قاهر المتجبرين، ويا مجيب دعوة المضطرين، يا من ذلت له الصعاب وخضعت لجبروته الرقاب، اللهم أذل بشار وأعوانه، اللهم عليك بطاغية الشام وأعوانه، اللهم وأرنا فيهم يوما أسود كيوم فرعون وهامان وأمية بن خلف، اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا وأرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وخالف بين قلوبهم، اللهم وعليك بالنصيريين المعتدين وبأعوانهم من الرافضة المجرمين، اللهم واضرب الظالمين بالظالمين وأخرج المسلمين من بينهم سالمين. إلهنا وربنا طال ليل الظالمين واشتدت اللأواء على إخواننا المستضعفين، إلى من نشتكي وأنت العليم القادر، أم بمن نستنصر وأنت الولي الناصر، أم بمن نستغيث وأنت الولي القاهر، يا من هو الأول والآخر، يا من أجاب نوحا لما دعاه، ويا من كشف الضر عن أيوب لما ناداه، اللهم اكشف الضر عن إخواننا المستضعفين في سوريا وفي بورما وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم لا ناصر لهم إلا أنت ولا مغيث لهم إلا أنت، وأنت الرحمن المستعان وعليك التكلان. اللهم أقر عيوننا وعيون الموحدين في كل مكان بنصر إخواننا المستضعفين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا واصلح همتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم وفقه لكل ما تحب وترضى. إلهنا وربنا ما سألناك من خير فأعطنا، ما لم نسألك فابتدئنا. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، هذا الجهد وعليك التكلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.